العاب الرعب كنت دايما بقعد افكر واسال نفسي ازاي الالعاب اللي من النوع ده بتتعمل، بس قلت لنفسي اكيد لما ابدا اتعلم الجيم ديفلوبمنت هفهم البروسيس ماشيه ازاي وهقدر اعمل اول لعبه رعب خاصه بيا وبالفكره بتاعتي. طبعا لقيت ان الموضوع مش بالسهوله دي، ولكن في الاخر قدرت ان انا اوصل لنتيجه. فتعالوا نبدا الديفلوج سيريز بتاعنا للعبه ميدنايت ديرت. طبعا ما كنتش عارف هبدا التنفيذ منين، ولكن كان معايا فكره للوحش اللي هيكون في اللعبه، بس عشان اشرح لكم الفكره محتاج حد يساعدني في الشرح، فما لقيتش حد احسن من ابو حسيبه. دلوقتي انت شايف ابو حسيبه، فهو مش هيقدر يتحرك، بس في حاله ان انت بصيت في اتجاه تاني او في بينك وبينه حاجز، فساعتها هيقدر يتحرك. فالفكره كلها معتمده على الرؤيه، لازم تكون شايف الوحش عشان ما يقدرش يتحرك. طيب عشان نحول الفكره دي للعبه هنحتاج حاجتين. اولا بما ان اللعبه فيرست بيرسون والفكره معتمده على الرؤيه، فاحنا محتاجين نشوف هل الكاميرا شايفه الوحش ولا لا، وساعتها هنقدر نقرر هل الوحش ممكن يتحرك ولا لا. طيب مش ده كده هيكون كافي لتطبيق الجيم بلاي ميكانيك؟ فاحنا دلوقتي محتاجين حاجه تانية. ليه؟ عشان بكل بساطه الكاميرا بتختبر شرط واحد بس، وهو هل الوحش موجود قدامها ولا لا، بس مش بتحط في عين الاعتبار العوازل او الاوبستكلز اللي ممكن تكون بين الوحش وبين اللاعب. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن يكون الوحش واقف ورا جدار معين واللاعب باصص على الجدار ده، فساعتها الوحش مش هيقدر يتحرك، لان بالنسبه للكاميرا الجدار ده مش موجود واللاعب شايف الوحش. وطبعا النقطه الصغيره دي بوظت لنا فكره اللعبه تماما. فهنا يجي دور الميثود او الحاجه الثانيه اللي هنحتاجها، وهي الريكاستنج. ايه هو الريكاستنج؟ بكل بساطه اللعبه بترسم خط بين الوحش وبين اللاعب. لو الخط ده اترسم يبقى مفيش بينهم اوبستكلز، وساعتها هنختبر الشرط الاول، هل الوحش ظاهر في الكاميرا؟ لو الاجابه نعم يبقى امنع الحركه، لو الاجابه لا يبقى خلي الوحش يتحرك ويجري ورا اللاعب. وبعد ما نجمع الاثنين ميثودز دول في يونيتي ومعاهم ميثود بسيط للتحكم في الانيميشن، يجي لنا الاوتبوت ده. طيب هل البروجكت ده خلص؟ الإجابة لأ. إن شاء الله هكمل شغل عليه لحد ما يكون جاهز إن هو يتعمل له ببلشنج، فمهم جدا بالنسبة لي إن أنا أعرف إيه رأيكم في البروجكت لحد دلوقتي، ولو حابين تضيفوا حاجة فهتكون إيه. والفترة اللي جاية إن شاء الله ممكن نعمل روبلوكس جيم ديفلوبمنت سيريز، وده هيكون مفيد جدا للناس اللي حابة تدخل في الجيم ديفلوبمنت ولكن حاسة إن اليونيتي انجن صعب. وكمان ممكن نعمل لوكالي 3 دي موديلنج كورس على بلندر، ونستخدم ال 3 دي موديلز اللي هنعملها في الكورس ده في سامبل جيم ديفلوبمنت بروجكتس. واخيرا حابب ان انا افكركم بالجيمنج تشانل، يا ريت تكتبوا لي ليها اسم في الكومنتس، ولو عندكم اي اسئله سيبوها في الكومنتس عشان هنعمل كيو اند اي واجاوب على كل الاسئله بتاعتكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تحط لايك وتقول لي رايك في الكومنتس وحابب تشوف فيديوهات ايه تاني، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك حط لايك واشترك في الكومنت. اشترك في الكومنتس. نايس. بس حلوه حلوه هي فيل